الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات السوريين والسوريات في كل مكان، مرحبا. آه، الشخصية السورية تتميز بأنه لديها حس إبداعي، حس الابتكار، حس المشاركة والاندماج في المجتمعات الأخرى. المجتمع المصري، وأنا كنت هناك قبل أيام وعشت في مصر قرابة أسبوعين. آه، يعني هل الاحتكاك مع المصريين كشف لي مدى حب المصريين للسوريين المجتهدين اللي بيحبوا الشغل، اللي بيندمجوا بالمجتمع المصري، المجتمع الثقافي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي. هذا موجود حتى في بلاد المهجر. لكن لا يخلو الأمر من بعض الحساسيات العنصرية اللي كانت كارهة للسوريين، بخاصة فيما يتعلق بلبنان. وأغلب اللي كانوا بيكرهوا السوريين وينزلقون نحو العنصرية والفاشية ضد السوريين في لبنان كانوا من أنصار النظام المخلوع السابق، نظام بشار الأسد. وأي شخص في أوروبا أو في بلدان العالم العربي اللي كان عنده هيك حساسية نابذة وعنصرية تجاه السوريين، إذا يعني جرى القليل من التحري راح تكتشفوا أنه هنالك لهذه الجهات أو الأشخاص صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام السوري السابق. المهم هذا مش موضوعنا يعني. لكن السوريين مش ملائكة. صحيح هم مبدعون، منتجون، يعني إذا يعني اتجهوا نحو الجانب الاقتصادي بيكون لهم مشاريعهم الناجحة، في الدراسة، في التعليم، في الكثير من الأمور. يعني السوريون يعني صاروا هيك ماركة أو مضرب للمثل يعني. في الإعلام الأوروبي كمان يصار الحديث عن السوريين، لكن هنالك جانب آخر. يعني أيضا يعني مسألة الكولكة والضخ العنصري والتراشق والتبييض تبييض الصفحات وتبييض الوجوه، هاي كمان موجودة عند السوريين. السوريين يعني مثلهم مثل أي شعب، مش ملائكة. يعني في الجانب الإيجابي والجانب السلبي، خاصة فيما يتعلق بالموضوع السياسي. يعني على زمن النظام المخلوع، النظام السابق، كنا بنشوف إعلاميين وصحفيين ونشطاء كانوا قبل الثورة بعثية ومع النظام، وبعد اندلاع الثورة على النظام السوري، جزء من هؤلاء انشق وصار يعني يعارض هذا النظام، والجزء الآخر بقي في خنادقه مستفيدا. التكويع اللي صار أنه بعد سقوط النظام السابق، جزء من الموالين المداحين انقلب إلى خندق السلطة الجديدة، وصار يمدح في الجولاني أو أحمد الشرع بطريقة يعني هستيرية ومضحكة وسخيفة. لكن اللي كانوا معارضين للجولاني ومع الائتلاف ومع الجيش الوطني ومع الجيش الحر، وبيهاجموا وبينتقدوا سلطة أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني في إمارة إدلب أو مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، هؤلاء أيضا يعني بعد ما صار أحمد الشرع رئيس أو قبل أن يعلن نفسه رئيسا، هؤلاء أيضا كوعوا وصاروا مداحين لأحمد الشرع بطريقة يعني هنالك يعني لحفظ الماء الوجه، أنه تبدي التفاؤل، ترحب، تشجع، يعني
القليل من المدح أيضا، القليل من الكلام الدبلوماسي، هذا وارد. لكن أحيانا أو بعض السوريين يتجاوزون الحدود، يعني حدود التملق والتزلف والمديح الهزلي المجاني. طبعا هذا طبيعي، أو يعني ربما يعني هكذا هي مظاهر المراحل الانتقالية. ما فينا نحكم على الجميع بمقياس واحد، ولا ننظر إلى المشهد من منظور واحد. ينبغي أن ننظر إلى المشهد من زوايا متعددة. مثلا على سبيل الذكر للحصر الآن يعني، والمشهد السوري عموما، وبخاصة المتعلق اللي صاروا يتغنوا ومش بيتغنوا، اللي كانوا يستكثرون على الكرد مسألة المظلومية، إنه ما في مظلومية الكردية. الآن صاروا يحكوا عن المظلومية السنية، والسنة هم السلطة حاليا. يعني فوق ما هن في السلطة، وصاروا يتحدثون عن مظلومية السنة يعني. ويسترجعون الماضي، أنه السنة في 82 مجزرة حماة، ومن 2011 وحتى الآن السنة يدفعون الفاتورة. السنة يدفعون الفاتورة، وأنا سبق وقلت وأعيدها يعني. السنة يدفعون الفاتورة لأنه استهدفوا الدولة، لأنه استهدفوا السلطة، كان عينهم على السلطة، يزيحوا سلطة حافظ الأسد وبعدها سلطة بشار الأسد، والإسلام السياسي ممثلا بجماعة الإخوان المسلمين، اللي بيقدم نفسه على أنه يمثل أهل السنة والجماعة في سوريا، كان يريد السلطة. وطبيعي أنه السلطة الآن يعني أن تصطدم مع من يعارضها. طبعا أنا لا أدافع عن السلطة ولا عن المعارضة، أنا أحاول أن أشرح أو أن أوصف الحالة. أيضا حجج النظام السابق في استهداف المعارضين أنه هو حفاظ على الدولة. وطبعا الآن من هم في السلطة كانوا ينكرون أنه هذا دفاع عن النظام ولا دفاع عن الدولة. الآن نفس القصة يعني. وقسد لم تستهدف الدولة، لم تهاجم النظام الحالي، ولم تضع عينها على السلطة في دمشق كما فعلت يعني جماعة الإخوان المسلمين والطليعة المقاتلة في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، وكما فعلت المعارضة السياسية بمختلف تنويعاتها بعد 2011. قسد لا تريد أن تحكم دمشق، لا تريد أن تحكم حلب، لا تريد أن تحكم اللاذقية، وفي تقديري لا تريد أن تحكم حتى دير الزور أيضا يعني. وهي مسألة مؤقتة، موضوع وجودهم في دير الزور أيضا مسألة مؤقتة تعود إلى تقديراتهم وإلى يعني مآلات المشهد السوري، دير زور والرقة يعني. لكن مع ذلك يصار إلى شيطنة قسد على أنها تستهدف الدولة، وما في شيء يعني. قسد لم تهاجم الدولة، ولم تهاجم الجيش الوطني حاليا. الجيش الوطني اللي بيهاجم، لكن في السياقات الإعلامية في الإعلام السوري حاليا وكأنه قسد هي التي تهاجم وتعتدي، وفصائل التي تحتل عفرين أو ما هو موجود حاليا. إذا هنالك شكل فظيع من قلب الحقائق، وصورة مشوهة غير حقيقية، غير حقيقية يعني عن المشهد الموجود في دمشق والمشهد الموجود في عموم سوريا، وصورة غير حقيقية ومضللة عن الأماكن التي تسيطر عليها قسد، وتهويل فظيع يعني في هذا المجال، ومخزي ومضحك أيضا يعني. هلا بإمكان الجميع وأنا منهم أن نسجل آلاف الملاحظات على قسد وآلاف الانتقادات، وأنا أنتقدهم وسأبقى أنتقدهم، لكن مستوى التردي والسخافة والتفاهة في
السوشيال ميديا وفي الإعلام فيما يتعلق بقلب الحقائق شيء لا يطاق، لا يطاق. يعني مثلا مثال صغير يعني سأقول، عندما يصار الحديث عن مظلوم عبدي قائد قسد أنه كان ينتمي إلى منظمة إرهابية هي حزب العمال الكردستاني، وهذه المنظمة مصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أمريكا وفي تركيا وفي الاتحاد الأوروبي، وبيقولوها هيك بحماس، وكأنه يعني وكأنه طالعوا الزير من البير. لكن عندما يأتي الحديث عن أحمد الشرع تماما يصابون بالخرس. موضوع أنه أحمد الشرع كان ينتمي إلى داعش وانشق عن داعش ومش عضو في منظمة إرهابية، بل زعيم لمنظمة إرهابية هي جبهة النصرة يعني. وجبهة النصرة حتى الآن هي مصنفة على قوائم المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الاعتبارات السياسية لها ما لها. الإعلام السوري حاليا يعني بيركز على تفصيل أنه مظلوم عبدي كان عضوا في منظمة إرهابية، لكن لما بيجي عند موضوع أحمد الشرع يصاب بالشلل. لسانه ووعيه طبعا شلل مؤقت، يعني أنه ما يحكي عن ماضي أحمد الشرع، وإذا حكى عن ماضي أحمد الشرع يكون هيك يعني لحفظ ماء الوجه أو ضر الرماد في الأعين. نعم كان أحمد الشرع كذا كذا، لكنه الآن شيء آخر. ما بيجي على مظلوم عبدي أنه كان مظلوم عبدي كذا وكذا، ولكن الآن مظلوم عبدي شيء آخر. لا، هل ازدواجية في المعايير والوقاحة الإعلامية في التضليل هي هذا سلوك يعني أيضا بإمكاني أن أقول ماركة سورية مسجلة، ماركة سورية مسجلة بصراحة. يعني مهم هالكلام هو كان يعني توطئة أنه من يتحدث عن المظلومية السنية والقصص حاليا فيها الخصوص أن السنة كانوا أكثر ضحايا. نعم هذا صحيح، لكن السنة كانوا أكثر داعمين لنظام حافظ الأسد ولنظام بشار الأسد، والسنة كانوا ضحايا لأنه استهدفوا السلطة، استهدفوا الدولة وقت ذاك ومفهوم الدولة. بينما يعني الكرد لم يستهدفوا على امتداد تاريخهم في سوريا، لم يرفعوا السلاح في وجه الدولة إطلاقا، ويعني جل مطالبهم من النظام السابق ومن النظام الحالي وموضوع الإصلاح ورفع الغبن عن الكرد. ومش بس الكرد، يعني الكرد في خطابهم يطالبون بإنصاف الدروز وإنصاف الإسماعيليين وإنصاف المسيحيين وكل مكونات الشعب السوري، وليسوا أحاديين، يعني سنة والعلويين كمان جربناهم في السلطة كيف كانوا في القصة هي. خطاب الكرد يختلف، ومظلوم عبدي يختلف عن أحمد الشرع، وسأتحدث عن مسائل الاختلاف قليلا يعني في نهاية هذا الفيديو. لكن موضوعي الآن هو مقال للكاتب التركي إسماعيل درويش، يعني في الاندبندنت العربية، والعنوان أحمد الشرع عراقيا وعل دمشقي في أحراش جهنم. هذا هو المانشيت. لا أعلم كان يعني الصحفي التركي السوري هو اللي يعني اختار هذا المانشيت أم المحرر في الاندبندنت عربية. مهم أنا سأحاول أن أعرض هذا المقال بأجزاء منه وأعلق
حول الموضوع. وعندما أقرأ فأنا أقرأ من نص المقال كما وثقته يعني في الفيديو الذي رأيتموه. ماذا يقول؟ يعني أنا حرفيا من المقال وما هو منشور: أعوام السجن الأمريكي. أحمد الشرع قضى في السجون الأمريكية يعني أو أمضى في السجون الأمريكية 5 سنوات. أعوام السجن الأمريكي قادته إلى داعش. يعني الاعتقال، يعني هذا هل مقدمة أو هل استهلال؟ هو في محاولة يعني تبرئة أو تبرير انتساب أحمد الشرع إلى تنظيم داعش الإرهابي، أنه السجن الأمريكيين واعتقالهم لأحمد الشرع هو الذي قاده أعوام السجن الأمريكي في العراق، طبعا قاده إلى داعش قبل أن ينشق عن التنظيم الإرهابي ليبدأ مشروعه الطامح نحو عرين الأسد. طبعا هل توطئة؟ مش صحيحة، لأنه لما انشق أحمد الشرع عن داعش، جبهة النصرة اللي بيرجع لوثائق جبهة النصرة والصحفي بإمكانه يعني كونه يعني قدم تقريرا صحفيا يتناول أحمد الشرع وتجربة أحمد الشرع، بإمكانه أن يعود إلى وثائق جبهة النصرة ويشوف تفاصيل أنه مشروع أحمد الشرع هل كان يعني الاتجاه نحو عرين الأسد وتشكيل سوريا مدنية أو دولة وطنية، دولة ديمقراطية، أم كان موضوع يعني إسلامي محض. اختلف مع داعش في التفاصيل لكن اتفق مع داعش في الأهداف فيما يتعلق ويخص دولة الخلافة والحكم بشرع الله والتفاصيل المعروفة عن التنظيمات الإسلامية. هل المقدمة الملخص: غادر أحمد الشرع سوريا إلى العراق قبل 4 أعوام من الغزو الأمريكي، وبقي هناك أقل من شهر ثم عاد إلى دمشق. وفي عام 2006 عاد ثانية إلى العراق لكنه تعرض للاعتقال من قبل القوات الأمريكية بعد أشهر قليلة، وبقي في السجن يحمل بطاقة شخصية على أنه مواطن عراقي. الكثير من النشطاء السوريين عندما اكتشفوا أنه مظلوم عبدي يحمل جواز سفر وبطاقة هوية عراقية، استهجنوا واخذوها كمادة للسخرية والتندر وما قيل. الآن يصار إلى الكشف على أنه أحمد الشرع كمان نفس القصة. إذا مظلوم عبدي هو قائد قوات سوريا الديمقراطية، فأحمد الشرع رئيس جمهورية الآن، وهو أيضا يعني يعني حمل هوية وباسبور لعراقي مزور، يعني طب مش حقيقي في هذا الخصوص. لكن يصار إلى لفلفة هذا الموضوع في حين التركيز على موضوع مظلوم عبدي. وفي مارس 2011 أطلق سراحه وعاد إلى سوريا بعدما ظنت عائلته أنه توفي في العراق. عادة ما يحظى زعماء العالم باهتمام، والكلام للصحفي اسماعيل درويش: عادة ما يحظى زعماء العالم باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام والصحفيين والباحثين وحتى الجماهير، سواء المؤيدة لذلك الزعيم أو المعارضة له، ويصل هذا الاهتمام إلى حد البحث عن أدق تفاصيل حياته وطفولته والحياة الخاصة له ولأفراد أسرته. وفي مثل هذه الحالات تنتشر الشائعات وتتعدد الروايات وتكثر المصادر، منها الصحيح ومنها الملفق. واليوم أضحى الرئيس السوري أحمد الشرع زعيما يحظى بالاهتمام ذاته، وهو الآخر لم يسلم من كثرة المتحدثين عنه وعن حياته، فيراه محبو بطلا حرر البلاد من مجرم حرب وطرد منها من الميليشيات الطائفية كانت تعبث فيها فسادا وإفسادا
بيض سجونا شهدت أبشع أنواع التعذيب في العصر الحديث، ويرون أيضا أنه رجل براغماتي محنك يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والدولة المدنية، حرية والعدالة والدولة المدنية التي يبحثون عنها والتي دفعوا لأجلها ثمنا باهظا. الكلام للصحفي السوري التركي أو التركي يعني بالمحصلة. يعني طبعا التقرير جميل وفيه معلومات جميلة وفيه قدر من التوازن، يعني قدر مش كامل لكن فيه أيضا انحياز لمحاولة يعني التقليل من حجم الانتقادات الموجهة لأحمد الشرع والتشكيك فيها. يعني مش يمدح، لكن عندما تقلل وتشكك في المنتقدين فأنت بطريقة أو بأخرى تفتح المجال أو ترفع أو تدعم الطرف الآخر، يعني المادحين. أنت لا تمدح جهرا لكن أنت تشترك مع المداحين في التشكيك في المنتقدين ويعني تفنيد مبررات المفندين أو المنتقدين. فالتقرير يعني جيد في تقديري، وأنا ذكرت ذلك لصاحب التقرير بشكل مباشر، لكن لا يمنع وأنا ذكرت أنه سأعلق حول المادة الصحفية التي نشرها أو نشرتها اندبندنت عربية للصحفي إسماعيل درويش. شو بيكون كمان أما أعداؤه فيركزون على خلفيته الراديكالية المتطرفة، ما بيقول الإرهابية، الراديكالية المتطرفة، لكن تنظيم داعش بيقول إرهابي، حزب العمال الكردستاني بيقول إرهابي. بس في هالخصوصية الماضي تبع أحمد الشرع لا، الراديكالية المتطرفة، هيك يستخدم تعابير ذكية في هذا الخصوص للتخفيف من حمولة أو وقع مفهوم يعني أنه يقول خلفيته الإرهابية المتطرفة، استخدم الراديكالية، استعاض عنها بالراديكالية، هذا يعني هي استعاضة ذكية. مؤكدين أما أعداؤه فيركزون على خلفيته الراديكالية المتطرفة، ومؤكدين أن التغيير الذي جاء به لا يغفر ماضيه في العراق وسوريا، لكن ماضي الرجل فيه كثير من المغالطات وكثير من الإشاعات. فقد كان زعيم هيئة تحرير الشام التي لها ما لها وعليها ما عليها. هل لها ما لها؟ أنا ما شفت لها ما لها. عليها ما عليها، نعم عليها، والناس في إدلب وسجون الهيئة في إدلب تحكي، ويعني بنرجع لأرشيف الهيئة وانتهاكات الهيئة في إدلب كمان. يعني الموضوع ما يعني لم يمضي عليه سنوات طوال حتى ننسى سلوك جبهة النصرة مع فصائل الجيش الوطني والإعدامات والتعذيب والسجون اللي كان يفترض به أن يبيضها في إدلب قبل أن يصبح، يعني هو بيض سجون النظام السوري. لكن ماذا عن سجون أحمد الشرع في إدلب عندما كان رئيسا لجمهورية إدلب، جمهورية هيئة تحرير الشام في إدلب؟ طيب نتحدث عن لكي يكون الموضوع يعني متوازنا صحفيا وإعلاميا ينبغي الحديث عن الجانبين. يعني من يريد أن يبيض السجون في دمشق وفي كل المحافظات السورية أولى به أن يبيض سجونه عندما كان يعني حاكما أو سلطة أمر واقع في منطقة إدلب. طبعا لها ما لها وعليها ما عليها، يريد يعني يحكي على ما لها يعني لحتى نعرف شو هو ما لها. اللي عليها معروف وهو كتير على جبهة النصرة. يفترض بالصحفي يعني وكل الصحفيين يحكوا لنا عن الإيجابيات،
اللي مش إيجابيات قبل أن يصبح أحمد، قبل سقوط نظام بشار الأسد. يعني لها ما لها وعليها ما عليها، مثل باقي الفصائل التي قاتلت في سوريا. طبعا لما لها ما لها وعليها ما عليها بيجي على موضوع قسد بيسكتوا، ما بيحكوا، لا بيقولوا عليها ما عليها، لها ما فيما يتعلق بموضوع قسد. لكن العمشات والعفشات والبطحات والشطحات هدلون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. هيئة تحرير الشام لها ما لها وعليها ما عليها. قسد لا، عليها ما عليها، ما في لها. فهون كمان يعني المهنية والتوازن الصحفي. يعني مثلا أنا ما حدا في يحكي في خصوص تعاملي مع قسد ومع حزب العمال الكردستاني ومع مظلوم عبدي، وقناتي وحساباتي على السوشيال ميديا والبودكاست مليئة وتفقأ أعين أي واحد ينكر يعني التناول أو الموقف المتوازن الذي أتخذه، الموقف النقدي يعني من كافة الأطراف والأفرقاء السوريين، قسد، هيئة تحرير الشام، والفصائل والجماعات الأخرى، بالإضافة إلى النظام السوري السابق. فلكن أنا عندما أتابع هذا الأداء الإعلامي من حقي أن أسجل الكثير من الملاحظات. المحطة الأولى شو بيقول الصحفي؟ مطلع 2003 بدأت المؤشرات تزداد بصورة متسارعة في شأن غزو أمريكي مرتقب للعراق، وهنا بدأ كثير من الشباب السوريين الهجرة إلى العراق للمشاركة في مقاومة الاحتلال الأمريكي، ولم يكن كل من ذهب إلى العراق في تلك الفترة متطرفا، بل إن معظمهم كان من الشباب السوريين العاديين، وكثير منهم ذهب بدوافع قومية. طبعا هذا التفسير معقول إلى حد ما، لكن لا ينطبق على أحمد الشرع. يعني ذهاب أحمد الشرع إلى العراق لم يكن يعني هو الدافع القومي والعروبي والقصصي، لا، الموضوع كان إسلامي. لكن هنالك من ذهب من أوروبا كمان، وأنا أعرف أشخاص ذهبوا كدروع بشرية، ذهبوا يعني تضامن إنساني، وذهبوا كمقاتلين. أحمد الشرع ما كان من هذول، يعني كان لا، الخلفية الدينية هي الطاغية وهي الأساس وهي الموصلة، بدليل الأيام اللاحقة. الموضوع ما كان قومي، الموضوع كان ديني. وصدام في تلك الفترة حتى قبلها بسنوات، مسألة تقديم الصورة الدينية لصدام حسين كأسد السنة قبل ما يطلع يعني تتصدر صورة أردوغان. وحتى الآن يعني شخصية صدام حسين وتقديمه كزعيم للسنة وشهيد السنة هذا موجود حتى الآن. فهذا التفسير معقول، لكن لا ينطبق على السيد أحمد الشرع. يعني يكمل يعني في تقريره الصحفي إسماعيل درويش: في ذلك الوقت كان أحمد الشرع شابا يبلغ من العمر 21 سنة، ذهب إلى مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور شرق سوريا، ودخل العراق بصورة غير قانونية، بمعنى أنه لم يدخل من معبر القانون. طبعا خلاص، يعني أنت قلت بصورة غير شرعية، خلاص ما في داعي في العرف الصحفي أنك تزيد من الشروح وكان ذلك تحديا وكان ذلك تحديدا يحدد اليوم الصحفي. يعني هون جاب المعلومة يعني موثقة، ولا أعلم يعني مصدره في هذا الخصوص، في 15 من مارس آذار 2003 قبل
4 أيام من بداية الغزو الأمريكي، وبقي هناك لفترة وجيزة ليعود إلى سوريا في 10 من إبريل بعد سقوط بغداد بيوم واحد. 10 النظام العراقي سقط في 9 إبريل. في 10 إبريل 2003 من معبر القائم، وهنا تعرض للتحقيق من قبل فرع الأمن العسكري بدير الزور، أو ما يسمى الفرع 243، بسبب دخوله بطريقة غير مشروعة، لكنه لم يتعرض للاعتقال، إذ سمح له بالعبور بعد إجراء تحقيق مؤقت. وبعد أشهر عدة استدعاه فرع فلسطين في دمشق، أو ما يسمى بالفرع 235 للسبب نفسه، وأيضا لم يتعرض للاعتقال إذ كان صغير السن وليست لديه تهم جنائية ولا شبهات أخرى سوى رحلته إلى العراق لأسابيع قليلة. أولا، الرحلة إلى العراق وتجاوز أو مغادرة الحدود السورية بشكل غير قانوني، هي مش شعبة، هي تهمة يعاقب عليها القانون السوري. هذا أولا. اثنين، أحمد الشرع لم يكن صغير السن، كان وقتها عمره 21 سنة، بالغ راشد. أنا لا أعلم هل خدم العلم ولا لا. أحمد الشرع يعني يفترض في السن القانوني 18، يعني 19 20 21 في تلك الفترة. لا أعلم عندما غادر سوريا إلى العراق وقت ذاك وهو في سن 21، هل خدم الجيش، خدم العلم أم لا؟ هذا كمان سؤال. لكن هو بكل تأكيد لم، يعني سنه ما كان صغير. يعني عن مين تقول انه سنه صغير؟ واحد عمره 13 14 سنة 16 سنة 17 سنة 18 سنة، مش 21 سنة. والنظام السوري مشان ما ننسى وقتها كان يعني يزج الأطفال في السجون. مش بس هيك، النظام السوري وقت ذاك كان في حالة الطوارئ والأحكام العرفية، يزج الناس دون السؤال عن ملفاتهم. مش بس هيك، يعني رجل الأمن أو الشرطة إذا قتل شخصا، يعني طبقا لقوانين حالة الطوارئ والأحكام العرفية، رجل الأمن لا يسأل حول ما اقترفه بحجة أنه الوضع في حالة طوارئ وأحكام عرفية، والأولوية لرجل الأمن واجتهاداته في اتخاذ ما يراه مناسبا لخدمة البلد والدفاع عن البلد. أنا أعرف العشرات ممن يعني تم ضبطهم أو اعتقالهم والزج في سجون النظام السوري، وتحديدا الأمن العسكري، لأشهر، 3 شهور 6 شهور 9 شهور سنة وشوي، بنفس هذه التهمة، تهمة مغادرة القطر البلاد بطريقة غير مشروعة. وهي مش شبهة، هي تهمة. إذن السؤال هنا، لماذا لم يعتقل النظام السوري أحمد الشرع على هذه التهمة ضمن تلك الظروف، حالة الطوارئ والأحكام العرفية؟ الزلمة غادر سوريا إلى العراق وبقي أسبوعين ثم عاد من الباب الرئيسي، يعني لم يعد بطريقة غير شرعية. كان بإمكانه يعود بطريقة غير شرعية، لكن هو يعلم أنه سيعتقل. غادر من خارج، أو ليس بشكل رسمي من المعبر الرسمي، لا، لكن العودة كانت من المعبر الرسمي، وهو يعلم أنه سيعتقل، لكنه لم، يعني حالة غريبة وحالة استثنائية. سوريا في ظل الأحكام العرفية وحالة الطوارئ
وهو متلبس بتهمة، متلبس مغادرة القطر بشكل غير قانوني، وإلى دولة معادية. وقت ذاك معروف الخلافات بين النظام العراقي وبين النظام السوري على زمن حافظ الأسد وصدام حسين وأحمد حسن البكر، وخفت قليلا، لكن ما كان في تبادل دبلوماسي ما بين الدولتين وقت ذاك. ما كان في هالزيارات وهالحميمية مثل العلاقات مع لبنان أو مع الأردن أو مع أي دولة عربية أخرى يعني تجمع سوريا والعراق. فهو عموما ذهب إلى منطقة يعني خضعت للاجتياح الأمريكي، وقبل الاجتياح الأمريكي هو راح من هون والأمريكيين دخلوا من هون. فأي دولة أمنية، أي دولة حريصة على أمنها، يعني على الأقل ستبقي هذا الرجل رهن التحقيق والاعتقال لفترة طويلة، عدا عن يعني معاقبته بجرم مغادرة البلاد بطريقة غير رسمية وهو متلبس بهذا الخصوص. هذا السؤال طبيعي؟ نعم طبيعي. شرعي؟ نعم شرعي. الآن وغدا وبعد غد ينبغي لأحمد الشرع وحكومته وسلطته الإجابة على هذا السؤال بالوثائق، مش بالكلام الشفهي. يعني نحن لا نعلم ماذا قال أحمد الشرع في التحقيق الذي أجري معه في دير الزور، ماذا قال أحمد الشرع في التحقيق الذي أجري معه في فرع فلسطين في 2003. ما بنعرف السلطة ماذا قالت له، ماذا سألته، وهو بماذا أجاب، وما هي موجبات الإفراج عنه ضمن كل الظروف التي ذكرتها. لماذا لم يعتقل النظام السوري أحمد الشرع؟ يعني ما حدا فينا يسأل لأنه في حالة طوارئ وأحكام عرفية وشخص يعني مضبوط بجرم مشهود متلبس. إذا هذا سؤال أيضا متروك للإعلاميين والنشطاء اللي يحاولون يعني تبييض وتقديم صورة أسطورية عن أحمد الشرع. واو، بيروح على تركيا بيلبس جرافة حمراء يعني دلالة سياسية ودبلوماسية إنه اللون الأحمر لون العلم السوري التركي. واو، أحمد الشرع لابس رايح على السعودية ولابس جرافة خضراء. شوفوا الحنكة، شوفوا الدهاء والدبلوماسية لدى أحمد الشرع وهو يسافر على السعودية. واو يا سلام، شوفوا الذكاء والعبقرية، رايح على قطر ولابس جرافي عنابي للعلم انسجاما مع العلم القطري. شو العبقرية يعني شيء بمنتهى السخافة والابتذال في تضخيم وتقديم صورة هيك نموذجية وأسطورية وأنه داهية ومحنك وعطوف وليبرالي ومسكين. ربما يكون الرجل هكذا، لكن المحيطين به، البطانة الإعلامية اللي بتحاول يعني هالمستويات الفاقعة من التزلف والمياعة والسخافة بتخلي الرجل يصدق نفسه أنه هو يعني ليس كمثله شيء، يعني أو ليس كمثله شخص، أو لم تنجب بطن سورية قائدا وزعيما مثل أحمد الشرع. العودة الثانية إلى العراق والكلام للصحافي إسماعيل درويش. بعد عودته من العراق بقي الشرع يعيش في حي المزة بدمشق، يتردد باستمرار على مسجد الشافعي، وظل على هذه الحال حتى 2005، سنتين، حتى تعرض للاعتقال من قبل استخبارات النظام السوري مرة ثانية، وحقق معه بسبب نشاطه الديني هذه المرة، ثم أطلق سراحه
الصحفي ما في يقول إنه لحداثة سنه وما عليه شبهات أخرى، لأ، لأنه جرى التحقيق معه سابقًا، وشو حداثة سنه، ما يعني عمره صار 23 سنة يعني. فعاد وبعد إطلاق سراحه فورًا يعني عاد إلى العراق، يعني بأشهر أو فترة وجيزة عاد إلى العراق مرة أخرى، والأمريكيين لم يغادروا، وكان في فصائل والمقاومة العراقية ومدعومة من النظام السوري، والكل يعلم. وإذا نطالع أبو القعقاع من القبر راح يحكي دور المخابرات السورية، دور النظام السوري في دعم تلك الفصائل السنية وقت ذاك، وجيش المهدي كمان ضد الجيش الأمريكي في العراق. هذا واضح. ومش بس هيك، المسؤولين العراقيين كانوا بصدد تقديم شكوى ضد نظام بشار الأسد لتدخله السافر في العراق وبالمفخخات والمقاتلين وكل هالقصص هي، من ضمنهم أحمد الشرع. يعني هل هنالك سؤال، هل هنالك ضمانة أنه أحمد الشرع غادر سوريا إلى العراق مرة ثانية لكي يقاتل الأمريكيين هذه المرة يعني من دون علم النظام السوري والمخابرات السوري؟ يستحيل. بالنسبة لي مستحيل، مستحيل هذا الشيء. يعني يخضع للتحقيق بسبب خلفيته الدينية ويصار إلى الإفراج عنه، ونشوفه صار بالعراق مرة أخرى. أثناء وجوده هناك قاتل الشرع ضد القوات الأمريكية لأشهر عنده، وهناك التقى عدد من قيادات تنظيم القاعدة قبل أن يعتقل على أنه مواطن عراقي. وطبعا أنا ذكرت موضوع التجنيس والباسبور، واللي يعني هي مأخذ الإعلاميين السوريين على مظلوم عبدي، ولكن بمرؤولة بلاقولة فتوى عند أحمد الشرع يعني. التقى عدد من قادة تنظيم القاعدة قبل أن يعتقل على أنه مواطن عراقي. وتعليقا على هذا يقول الكاتب والباحث السوري حسام جزماتي لإندبندنت عربية: كانت من عادة التنظيمات الجهادية أن تزود مقاتليها ببطاقات شخصية عراقية كي تعاملهم السلطات الأمنية على أنهم مقاومون محليون لا مجاهدون عابروا الحدود. إذا الباحث حسام الجزماتي يعني بشكل غير مباشر أنه أحمد الشرع كان مجاهد وعابر للحدود ولديه مشروعه. الصحفي هون شو بيقول؟ يستشهد بأبو محمد العدناني، وهذا كان يعني اسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة، شغل منصب المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابي حتى 30 أغسطس 2016 عندما قتل قرب مدينة حلب شمال سوريا. ضمن المراسلات أو ما قاله العدناني عن أحمد الشرع شهادات فيها مدح وفيها ذم وفيها نقد، لكن الصحفي إسماعيل درويش ما بياخذ الجانب اللي فيها مدائح، بياخذ الجانب الثاني اللي فيها ذم ويبني عليها حكما. شو بيقول؟ من خلال شهادة فلاحة وهو أبو محمد العدناني يتضح أن أحمد الشرع يعد عدوا لدودا للتنظيم الإرهابي. يعني هلا في موازاة شخصية مظلوم عبدي اللي قاتل التنظيم الإرهابي، قوات سوريا الديمقراطية اللي قاتلت التنظيم الإرهابي تنظيم داعش، بيحاول الصحفي وغيره كثر أن يصدروا صورة على أنه أحمد الشرع كان عدوا لدودا وشرسا ومقاوما وضد تنظيم داعش الإرهابي. وطبعا هي صورة مضللة. هو صحيح انشق واشتبك في بعض الأماكن مع تنظيم داعش الإرهابي، لكن التحالف الدولي ضد داعش لم يكن يضم أحمد الشرع وجبهة تحرير الشام، لم يكن من ضمن التحالف الدولي.
فتصدير هي الصورة المقاومة والعدو اللدود للتنظيم الإرهابي أي مبالغ فيها شوي يعني. علما أن الشرع عندما كان في السجون العراقية حمل ألقابا عدة أبرزها يعني أبو الشرف، ولما كان في السجون العراقية وكان يعني مع تنظيم داعش على أيام الزرقاوي وبعدين أبو بكر البغدادي. عن عودته من العراق إلى سوريا تحت مسمى أبو محمد الجولاني، يقول الباحث حسام جزماتي أن عائلته لم تكن تعرف أن ابنها هو الجولاني الذي بدأ الحديث عنه في الأخبار، إلا أنه في وقت متقدم نسبيا بعدما قدر هو أن الأمر لن يخفى طويلا، وأن بقاء العائلة آمنة في منزلها في حي الفيلات الشرقية مسألة وقت، فأمن خروج والديه إلى الشمال السوري ريثما يغادران البلاد. أما أخوته فمن لم يكن منهم يقيم في الخارج أصلا بقصد العمل كان عليه أن يغادر أيضا. اليوم أضحى الشرع إلى نهاية المقال. السؤال أيضا يعني عندما عاد في أغسطس 2011 إلى سوريا أحمد الشرع أبو محمد الجولاني أيضا كان يعني ضمن تنظيم داعش، انشق عن داعش عن أبو بكر البغدادي وشكل جبهة النصرة. هذه الجبهة بايعت تنظيما إرهابيا دوليا وتنظيم القاعدة، وبعدين ابتعد عن القاعدة أيضا. السؤال مش هنا، السؤال يعني هل الماضي القريب جدا، الماضي الإرهابي والدموي وغير المشرف يعني هذا الماضي طبعا لم يصدر عن أحمد الشرع اعتذار للضحايا، ضحايا هذا الماضي في العراق وفي سوريا، حتى أنه الكثير يقول أنه الساروت يعني منشد الثورة السورية أنه قتل على أيدي جماعة أحمد الشرع. فأكيد الكثير من الأبرياء في إدلب وخارج إدلب كانوا ضحايا الجماعة الراديكالية، مش مشكلة، الراديكالية المتطرفة التي ترأسها أحمد الشرع. أحمد الشرع لم يعتذر من هؤلاء الضحايا، لم يعتذر يعني حتى الآن، ربما يعتذر لاحقا. الآن لم يعتذر وهو الرئيس حاليا، رئيس سوريا، والله أعلم يعني سيبقى رئيس مؤقت ولا يعني يصار إلى انتخابه ويمدد ويجدد له مثل يعني بشار الأسد وقبله حافظ الأسد، ما حدا بيعرف. لكن لا رئيس أكبر من سوريا. هذه الأسئلة الكثير من الرؤساء ذهبوا، يعني أتوا وذهبوا وغادروا، وبقت سوريا وبقى البلد. فمن الطبيعي جدا أنه لا يصار إلى تضخيم أحمد الشرع بهذه الطريقة البعثية الأسدية البشعة، بالعكس تماما، أن يصار إلى أن تكون أعين السوريين كلها أعينهم النقدية الرقابية على أحمد الشرع وأداء أحمد الشرع وماضي أحمد الشرع وحاضر أحمد الشرع، ليكون هنالك مستقبل متوازن لأحمد الشرع ولسوريا ككل. من هذا المنطلق ومن هذا المنظور يعني طرحت هذه الأسئلة. نحن ما بنعرف يعني عاد إلى سوريا، سبحان الله محاسن الصدف، يعني في 2011 هل أخضع للتحقيق مرة أخرى وأم يعني عاد مع من عاد، يعني التنظيمات التي دخلت سوريا وقت ذاك. والكل إذا بترجعوا لخطابات المعارضة السورية
إنه النظام السوري فتح السجون للإرهابيين وللمجرمين وللقتلة وكذا وكذا، ولكي يسمموا الثورة السورية، يؤسلموها، يؤخونوها، يجعلوها ثورة متطرفة، ويخاطب العالم: إما أنا أو الإرهابيين، إما أنا أو المتطرفين، إما أنا أو الجهاديين. هذا كان خطاب النظام السوري، وهكذا كان المعارضون السوريون يقولون أن النظام السوري وراء كل هذا الأمر. السؤال: هل النظام السوري يقف وراء أحمد الشرع أبو محمد الجولاني سابقا وعودته الميمونة إلى سوريا وتشكيله لجماعته وصولا إلى ما هو فيه الآن؟ هذه التفاصيل ينبغي أن يماط اللثام عليها. نحن الآن ما بنعرف. هيئة تحرير الشام التي حلت نفسها شكلا لكنها موجودة فعلا، هي الآن كل وثائق المخابرات السورية تحت أيديها. تفاصيل محاضر التحقيق في دير الزور في دمشق مع أحمد الشرع وقت ذاك مش معروف، يعني لم يصل إلى كشفها. التحقيق الذي مش بس يعني يمكن تعرضت للتلف، ما حدا بيعرف. الأمريكيين أيضا محاضر التحقيق في السجون الأمريكية، وما يعني لم يبقى عند الأمريكيين يوم ويوم 5 سنوات. محاضر التحقيق معه على أنه مواطن عراقي مش مشكل، مش موجود. حتى الأمريكيين لم يكشفوا عن هذا التفصيل من ماضي أحمد الشرع في العراق في السجون الأمريكية داخل العراق. إذن لنأتي إلى التفصيل الأخير، ومسألة يعني أنا لا أفضل شخصا عن شخص، لكن إذا شخص كان عضوا في منظمة إرهابية ولم يعتقله النظام السوري رغم ثبوت التهمة عليه، وجرى التحقيق معه وأطلق سراحه، وعاد إلى العراق مرة أخرى، وانتسب إلى تنظيم تكفيري جهادي إرهابي وداعش، ثم شكل تنظيما إرهابيا اسمه جبهة النصرة، واضطهد السوريين في إدلب، وقتل المعارضين والنشطاء وسجنهم. كل هذه البيوغرافيا غير المشرفة بصراحة. يعني عندما يصار إلى مقارنته بمظلوم عبدي، فمظلوم عبدي يعني سابق على أحمد الشرع بسنوات ضوئية. أصلا ما في مجال للمقارنة ما بين مظلوم عبدي طبعا وكفة مظلوم عبدي ترجح، مع كل انتقاداتي لمظلوم عبدي، مع كل الملاحظات المسجلة على مظلوم عبدي، مع كل هذه التفاصيل، كفة قسد ترجح على كفة جبهة النصرة، كفة مظلوم عبدي ترجح على كفة أحمد الشرع. يعني لكن أنا ما بحب لا تضخيم مظلوم عبدي في إعلام قسد، ولا تضخيم أحمد الشرع في إعلام النظام الحالي. لست مع يعني إنتاج أصنام جديدة تسمم وتقيد وتقوض حياة السوريين ومستقبلهم. يعني مظلوم عبدي عسكريا لديه خبرة وتجربة عسكرية تتجاوز أحمد الشرع أيضا بسنوات ضوئية في مقارعة، حتى قبل مقارعة داعش. عسكريا كفة مظلوم عبدي ترجح، ديمقراطيا كفة مظلوم عبدي ترجح، لأنه أشرك السريان والأرمن والعرب والتركمان، وأحمد الشرع الآن في تشكيل اللجان ما يتعلق بالحوار الوطني وكذا، يعني بأي وسيلة كانت يحاولون يعني تجاهل الكرد، وإذا بيجيبوا أكراد كمان بيجيبوا يعني كم واحد كردي مهزوز غير قادر على الدفاع عن القضية الكردية بعناد الكردي وبأحقية الكردي وب يعني سورية الكردي.
فيما يتعلق بالقضية الكردية واستحقاقات مستقبل سوريا ديمقراطيا ووطنيا وقوميا. بيجيبوا كم واحد هيك مهزوز كذا يعني وبيحطوهم انه هذول يمثلون الاكراد، وطبعا ما راح تمرق المهازل والمسرحيات على حدا يعني. شو كمان بتكون يعني وطنيا كمان، وطنيا مظلوم عبدي لم يرفع السلاح في وجه الدولة. إذا اعتبرنا يعني دولة سوريا كدولة، الشرع وغيرهم وكلهم رفعوا السلاح. مظلوم عبدي لم يقتل من أبناء الجيش السوري، هذلون كلهم يعني قتلوا من بعضهم بعضا يعني. العلوي قتل السني، والسني قتل العلوي، والدرزي قتل، لأنه كان ضمن جيش، كان ضمن مؤسسة تابعة لنظام الأسد. فهي التفاصيل إذا أجرينا مقارنة سياسية وأخلاقية ووطنية وعسكرية بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، كفة مظلوم عبدي ترجح. فأنصح الناس أنه هدلون اللي يعني بيحاولوا ينفخوا بأحمد الشرع يعني ما يتسرعوا بهيك أحكام، لأنه رح يطلعوا بهاي المقارنات خسرانين وخسرانين جدا يعني. في رأيي وتقديري أنه ال ال الوثنية السياسية تبدأ من هنا، من أنه الناس تضخم مظلوم عبدي وتعطيه أكثر من حجمه الحقيقي، والناس تضخم في أحمد الشرع وتعطيه أكثر من حجمه الحقيقي، وتحاول أن تنصع صورته وتبيض صورته وتؤسطره وتنمذجه بشكل يعني مهزوز ومتهافت وتافه. فهل هل الجوقات المدائحية حول مظلوم عبدي وحول أحمد الشرع خليها هيك شوي تركن وتهدى، وإذا يعني ترتكن إلى تلك المقولة المعروفة: من مدحك في شيء ليس فيك فقد ذمك. من يمدح أحمد شرع في شيء ليس فيه فقد ذمه، وكذلك الحال لدى مظلوم عبدي ومداحي مظلوم عبدي. أكتفي بهذا القدر على أن يعني تخفت هذه النبرة المدائحية واستهجال الناس واسترخاص عقولهم يعني، وكأنه ذاكرة السوريين هي ذاكرة ضحلة وهشة، وما فيهم يرجعوا ليعرفوا مين هو أحمد الشرع. وأبقى يعني مرددا لهذا السؤال: لماذا لم يعتقل النظام السوري أحمد الشرع؟ دمتم بخير، وحتى موضوع آخر أترككم في عناية الله. تحياتي.